السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش محمل؟ محمل مجانين. ايش محمل؟ مجانين مجانين يا فندم، مجانين يا قلبي لعنها. عاش. يا سلام، ومنين حمل دول المجانين؟ من الشارع، شارع مليان يا فندم، انت بس لدور والامور طيبه. ايوه، وفين رايح بالمجانين هولا؟ انا سرحهم الوكاله، نفعل لهم صيانه ورديناهم. ما شاء الله، دمك خفيف صح؟ ايوه عاد انا سويت حجامه. ما لك يا فندم، سالتني سؤال جاوبتك ايش محمل، قلت لك محمل مجانين، يعني كلمه ورد غطائه. وليش محمل مجانين؟ يعني ايش اكون محمل مجانين ليش؟ شاف تفتح باب مصحه جديد. عملي يا فندم، هذا عملي. وش عملك؟ عملي مهرب مجانين. مهرب مجانين؟ يا الله يا شباب، انا اتكلم عربي ولا لا؟ لا. طيب ما هذا الفندم ما فهمنا. شكلكم مش طبيعي خالص. انا عارف يا فندم، انت اللي مش راضي تفهمني، انا محمل مجاني. شوف لك جنب هناك وروح جنب. واذا ما بش جنب عايزين ننزل لكم ريق. كما يقرح ملطام وسط العيون. يا عصبي. بطايقكم سريع. يعني سلك بالله يا فندم، اقول لك محمل مجاني تقول لي بطايقهم؟ واحد ضيع عقله. كيف يحتفظ بالبطاقه؟ كيف؟ قل لي، فهمنا والطمنا بصندال، الطمنا ببياده، بس اشرح لي، دخل عقلي، وضح لي ايش تفهم، كيف؟ طيب تعرفهم يا اخي؟ ايش اللي يعرفهم يا فندم؟ صلي على النبي، هذا مجاني العمري، هذا بفضل الله انا اللي جننتهم. مشكور ماجور. تفضل. مجننهم ويشكروك. شوف يا اخي، انا مروا علي محببين اشكال والوان، واول ما يبصروني اخليهم يندموا على الساعه الذي يبصروني فيها. والله يا فندم انا ما بش معي ساعه، شوفها، ولا كنت طيب نفسك واندم من عيوني الثنتين. خرج خرج وندي لك ساعه على مقاسك، خرج. اي كمان انا محمل مجانين كارهين العيشه، وانت شكلك تحب العيشه، فحرام انزلهم يخبطوك يكرهوك عيشتك. ما قلت يا فندم؟ ها انزل. لا خلاص، بس لو تكرمت انك تحكي لي قصتهم، لانه الفضول عيقتلني والله. طيب اسمع. تحت شعار جناني خارجك ولا عقل حلبك، أدعو جميع العقال بالتوجه إلى الجنان، إذن معانا وبتخفيض يصل إلى 50% بمناسبة الافتتاح. بادر قبل أن نغادر، العرض محدود والمعلم موجود. الجنان يا رعوي الجنان، هات لي عقلك وخذ عقلي معك، عقلي معك. الجنان يا رعوي الجنان. متابع ياب. ها؟ متابع. ما أبيع. متابع. أبيع جنان، أشحن لك باقة. باقة مو. باقة شمسية. يا أخي جنان تشتي. تبيع جنان معك عاقل. لو معي عقل ما شابيعش جنان. راجع عقلك أنت، شكله ما بوش. طيب وين الجنان هذا؟ سكورينا نشتري. هذه بدايته، استمر. كيف؟ يعني الجنان شيء غير محسوس يهبل، يعني كيف أرويكما معي سراويل أنا؟ جنان شيء غير محسوس. أجننك تحاسبنا، يعني تديني شقاي، إيش رأيك؟ ايش اللي يخليني ازيد ادفع لك فلوس عشان تطير لي عقلي؟ لأن العقل بالوضع الراهن حنبه، فأنا خارجك من الحنبه دي للجنان وريني الحق من هذا كله. طيب اثبت لي انه العقل حنبه وانا اجيب لك عقلي تجننه الان. طيب وبتحاسبنا؟ بسم الله. طيب يقول لي مالك العقل؟ في المجتمع أي واحد عنده عقل يقول هذا إنسان إيش؟ عاقل. اسم الله عليك. كلمة عاقل مكونة من كم حروف؟ 4. الذي هم عين ألف قاف لام. حلو، كلمة عاقل مكونة من 4 حروف، عين ألف قاف لام، متفقين؟ متفقين. نقي لي 4 الحروف هذه حق كلمة عاقل ونفسرها حرف حرف. ايوه. أول حرف العين، عنا. واحد يعاني من رسوم الدراسة، واحد درس يعاني من البطالة، واحد يتوظف يعاني راتبه ما يغطيش من مصروفه الشهري 20%. واحد يعاني مش قادر يتزوج، سلك طريق الحرام امتسك، هذا شيء يعاني عناء دنيا واخره. دريت؟ فحرف العين عنا. ايوه. والالف؟ الالف افتهم لك ما قلت. اهو. ايوه، فكلمة عقل 4 حروف، عين الف قاف لام. العين عنا، الالف افتهم لك ما قلت فياتي تاكيد اللي قبله. والقاف؟ القاف قم اشقي، قم ادي، قم اسرح، قم ارجع، قم اعمل، قم عنا برضه. واللام؟ اللام ليمو ما نقدرش نتخارج من هذا كله. كلامك بمحله، بكمش جننا. كم ما ببقى يبك بركه يا رجال، احنا نعمل لها خير وربك سهل. طيب انت شايف انه الجنان والهروب من المسؤوليه حل؟ شوف هذا شيء نوضحه نهايه الفيديو، لا تفضحناش عاد احنا بالنص الله يحفظك. طيب كيف تجننا؟ من واقعك انت بس عرفني عليك
والباقي عندي إن شاء الله. سجل عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة. بسم الله، هات ما عندك. أسلم عبد السلام، 28 سنة، موظف قطاع خاص. مرتبك إسلام 200,000. كم تصفي منه؟ 50,000 هذا لو الغدا سلته. لو دقاق وحركات تدلع نفسك؟ ما لو دقاق ولا عصفالي ريال. إذا خليك على السلتة، أريح لك ولمستقبلك ولأمة محمد. طيب لنفترض أنك تسلته طول السنة سلتة، فتصفي بالشهر 50,000، يعني تصفي سنويا 600,000 ريال. حلو الكلام؟ القناعة كنز. نقيل طموحك وأهدافك في هذه الحياة إيش؟ في الله ومراه سيارة كلاس سوداء ومول يكون مصدر دخل ثابت بس. نفس حلم الوليد بن طلال. ما علينا، نقيل المهم. بسم الله. لنفترض مثلا فيلا ب 400 مليون زائدا مراه 5 مليون، تمام، زائدا سيارة جي كلاس 150 مليون، زائدا مول نقول 200 مليون، تمام، يعني حلمك يشاله 755 مليون. كم؟ 755 مليون على صافي سنوي 600,000، يعني شالك 1259 سنة عشان تحقق حلمك، مع العلم أن عمرك 28 سنة من أصل 100 والأعمار بيد الله. ف 1259 سنة عشان توصل لحلمك، يعني حلمك عشان يتحقق لازم تتوارث أجيال وراء أجيال وراء أجيال. أنا أفضلك تقني الناس يا أخي، غير لون الكلاس، مش ضروري يكون أسود. والله لو نغيره سيكل، ما ينفعش، هذا الواقع. وحلمك أكبر منك مع احترامي، يعني هدفك في الحياة سابقك بمراحل، فمبروك عليك التسلل. تسلل مو نفدالك، إن الحكم هذا راجع الفار قال لك هدفي تسلل. هذا ظلم تحكيم، ظلم تحكيم. ظلم تحكيم وخسارة والله. جنن علينا 1 ريالي. اللي بعده. ما الخبر خرج من عندك وبيكلم روحه. لا تستعجل ولا حاجة، تنتقل أنت بالوسط. صبرك علي بس. وش أنت واقي طير لك عقلك وخارجك من المسؤولية والحياة هذه؟ أيوة أمشيك تجنني، بس مش لدرجة إني أكلم نفسي. ما تشجعني نجننك تخرج من عندنا طيار. أيوة كيف أنت حقنا يا أخي، ولا اشتقس هذاك العاقل اللي حانب بلاوي الدنيا. لا خلاص جنني بس. هات ما عندك. بسم الله. هشام محمد، 25 سنة، موظف قطاع حكومي. مرتبك يا هشام كم؟ 60,000. كم تصفي منه شهريا؟ 10,000. لاقينا هذاك الحريص. الحريص دام الله سرورك يا حريص. طيب لنفترض أنك هذاك الحريص تصفي شهريا 10,000 ريال، يعني تصفي بالسنة 120,000 ريال. حلو. 120,000 بس؟ والله لو بيدي يا أخي لزيدك من عيوني، لكن هذا واقع وهذه حسبان. أنا ما اخترعتش حاجة من راسي. أنا ركز معي الله يرحم أمك، نشينا قلنا قلنا النظيف، مش تقلنا سنتين 3 وعقال، تفهم؟ ركز معي. طيب أنا معك. هشام محمد، العمر 25 سنة، موظف قطاع حكومي، الراتب السنوي الصافي 120,000. طيب نقيل المهم يا هشام، ايش طموحاتك واحلامك واهدافك في هذه الحياة الدنيا؟ حلمي أندع عمارة 12 طابق على جولة رخاء. قلنا في هذه الحياة الدنيا الله يحفظك، انت على مرتبك هذا مبلغ تحسن اعمالك الصالحة وتكثر منهن عشان تلحق الآخرة بإذن الله. يعني يا أخي اتفقنا جنان، مش تحت المعنويات والكل. أنا آسف. عمارة 12 طابق زايدا ومراه وسيارة لكزز بس. عافينا بس. الله يحفظك. أنا علينا المهم نفترض عمارة مثلا 12 طابق 500 مليون، تمام، زائدا مرة نقول 5 مليون، زائدا القزاز 35 مليون، يعني حلمك يشاله 540 مليون. 540 مليون على صافي سنوي قلنا 600,000، يعني يشارك كم سنين؟ كم يشارك 4,500 سنة يا هشام عشان تحقق حلمك. يشارك 4,500 سنة. 4,500 سنة بالضبط، يعني إبليس قد خلده ربي إلى يوم الدين، لو حلمك هذا احتمال ما يلحقش. يا رب ما ينزلش مطر العشي، ما شدريش لين المظلة، البس البيجامة يا هشام، هذا مليح. جاهز. اللي بعده. أنا أشي أجنن. كيف؟ أنا أشي أجنن. ليش هذه صورتك وأنت عاقل؟ كيف؟ لا بس قصدي الشكل ما شاء الله شبه جاهز، يعني مع الشتوى الحناش، فيشالك لشوية حافز بس. حافز معه؟ حافز إبراهيم. يا أخي وأنت اللي تبيع جنن ولا ماشي؟ أيوة بس يبيعوا العقال، أنت ما زيد يبيع لك. ما لك وهبال، أنت داري إن أنا عاقل حارة، مسؤولية وضقة.
الشيء أجنن جننا وأنا أحاسبك الآن. طيب ولا يهمك يا اخي، تفضل. ها اسمك يا اخي؟ اسمي وسيم جميل. اللهم لا اعترض على حكمك يا رب، يا رب. وسيم جميل، استغفر الله. وسيم جميل، ايش عملك يا اخي؟ سهر الليل ورقد النهار. ما شاء الله. وكم تدخل من العمل هذا؟ عمل مولي دخل. انا داري عليك يا اخي، اقول لك عملك تقول لي سهر الليل رقد النهار، مو انت قطاع خاص قطاع حكومي، ايش تشتغل؟ ها أخرج أشقي فوق الموتور من الظهر للساعة 5 للعصر. حلو، ركز معي الله يحفظك عشان تقدر نقولن سوا. وسيم جميل، استغفر الله واتوب اليه. العمل حر، كم تصفي فوق موتور؟ يعني كم تصفي باليوم يا وسيم؟ 1005 2000 كم تصرف منه؟ 3000 4000. هي كيف هذه خارجك اكثر من دخلك؟ يعني ايش تركز معي درسك القولون سوا ولا شوف لي طالب غيرك؟ يا أخي والله خلي مقصد، أشقي ب 1005 2000 وأخرج 3000 4000. كيف يا اخي خرجك اكثر من دخلك؟ كيف هذا الخبر؟ مدري والله. هذا لطف الله يحاوطك اكيد، ما علينا. نقول المهم، ايش حلمك في هذه الحياه وسيم؟ استغفر الله. حلمي الحاصل لابو سكنك لأهلي غرفة ومطبخ وحمام. هذا اللي لقيته اظن الحاصل. وش عاد؟ وزواجه ولابو حافلة أشقي على الأسرة. لنفترض مثلا قلنا ارض كذا صغيره تعمل ببيت شعبي، لنقول 3 مليون مثلا، خلي 2 مليون و5. والله انا رحمتك، خارجك اكثر من دخلك. 2 و5 زائدا مراش ولا كذا لابو عرطه حبه رقيع ب 2 مليون، وهذه 2 و5 تمام، زائدا حافله 3 مليون، يعني 3 5 7 و5، يعني حلمك شالوا 7 مليون و500 ألف على صافي سنوي. كم تصفي بالسنه وسيم قدر الامكان؟ أطلع مسلف في السنة 200 300 ألف. كيف تقضي دينك هذا؟ مدري والله. اخي انت لا عاد تحلمش، والله لا عاد تحلم ولا. خليك كذا اطرش وسط زفه، ثم اغلبيه الشعب والله نحن عايشين بركه، الخارج اكثر من الداخل، ولطف الله محاوطنا من كل جانب له الحمد، فلا عاد تحلم لكش ولا حاجه. طيب يا أخي الشيء أجنان. كذا شقنان انا والله، انت والله انك جاهز صدقنا. يا أولاد مو، يا أولاد مو، يا أولاد السرعة مش مليح، راح يركب معك لحظة. مش قلت لك انك جاهز؟ تدين عجبتني الفكره. حيا بك يا فندم، اطلع تعال. حيا بك يا فندم، اطلع. بس عندي ملاحظه. انزل. لا خلاص بطلنا فضول. صلي على النبي يا فندم، انا اللي امزح. كنت احسبك انك بتنزلنا. انزل. عادك ايش تديني ملاحظات؟ انزل. فالحين انا بشتني انزل ولا اطلع ولا اوقف فضول ولا اسكت؟ ايش افعل؟ الله المستعان يا فندم، انا اللي امزح. شوف يا فندم، اذا عندك ملاحظه ممكن تفيدنا باي وقت، انصحك ما تقولش خالص، لانهم مجانين ما حد يسمعك غيري، وانا والله ما بيتحافظ معك، فخلي لحالي. اسمعني يا اخي، كيف تجنن لك خلق الله وتهربهم من المسؤوليه وانت عارف انك لما تهربهم من المسؤوليه هو المشكله في حد ذاته؟ شوف يا فندم، انا شغلك حاجه اصلا، احنا ما قدحناش مجانين رسمي. كيف يعني؟ يعني يا فندم، نحن علمنا يقين بالله ان الحاضر والمستقبل المجهول علينا معلوم بيد الله، وكل الامر بيد الله، واحنا ما بيدناش حاجه غير اننا نبذل السبب والنتيجه على الله. خلاص قلنا بدل ما يبذل واحد السبب يقيس ياكل نفسه ويشرب ويقلق ويهم ويهرم ويقرح بنفسه 1000 مرض وهو بعمر الزهور، لا، نبذل السبب ونترك النتيجه على الله، ونهرب من الهم والهرم الى عالم النكته والضحكه فقط. شوف يا فندم، الجسم محتاج ضحكه، درنا الضحكه صحه، لكن الهم والهرم يهدم قفرتك من حيث لا تعلم، والله 1000 مرض هم هرم على الفاضي. فليش نبذل السبب ونترك النتيجة على الله؟ هي صنع والأمور طيبة. الله يحيي الساعه الذي شفتك فيها. الله يقلع الساعة اللي بصرتك فيها. حبيبي يا فندم، الله يرضى عليك. مشكور معقوب. حلوة آخر مرة يلا. مشكور معقوب. لو رفعنا الفريم عادي كارفع. هذا ها كيف هو من هنا مفتوح؟ ما كسوي. ما جبينش بالكاميرا نقول مرفوع كا. كيف مش بيجي انت قلبك؟ ليش؟ ايش فيه؟ قول لي ايش فيه؟